سيداتي أوانسي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدأ هذا الفيديو بمقولات مغربية: خيرنا ما يدي غيرنا. القطار يسير والكلاب تنبح، أو العربة تسير والكلاب تنبح. من جد وجد، ومن زرع حصد. من اعتمد على زاد غيره طال جوعه. فير فير نو ريان فير إلي سي فير. هذا هما التعلمات. المغرب كان فيما سبق يعتمد على المخططات الخماسية، كان المخطط الثلاثي، المخطط الخماسي، وكان المنظرين المغاربة نساء رجال أكفاء، كانوا رجال أكفاء، وكان التكوين المستمر والتعلمات كانت عندها مصداقية. هاد البلاد هادي من أيام المهدي المنجرة الله يرحمه ويوسع عليه، ومن أيام الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه، اللي كان تيقول أن المغرب دولة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا. حنا الآن مع هاد الناس هادو اللي ولاو تيتحكموا في البلاد وفي العباد، ولاو تيبيعوا على برا أكثر ما يعتنيوا بالمواطن، لأن ولينا حنايا هاد البلاد هادي فيها الاحتكار، بلاد الريع، ولا تيقلبوا غير المصلحة الخاصة ديالهم. ولينا بحال عايشين مع عصابات، هاد العصابات تيقتسموا الخيرات، كل واحد تيتلاح على حاجة. واحد بغى ليسانس، واحد بغى الخضرة، واحد بغى الزبل حاشاكم، واحد بغى الكباش، واحد بغى البقر، واحد بغى العلف، إلى آخره. ما بقيناش حنا عايشين مع ناس اللي عندهم غير على البلاد والعباد، ولينا تنقلبو غير على الاحتكار اللي هو تنسميوه بالشناقة. راه ما كاين لا شناقة لا مولاي بيه. الشناق الكبير هو المحتكر لمادة معينة أو منتوج معين، كيحتكرو تيبيعو باش ما بغا، وتيجيو المحتكرين الصغار حتى هما تيبيعو بداكشي اللي بغاو. حنا هداك عبديلاه مول الحوت ولا هدا، لا واللي تنلاحظو حنا كاع بصفة عامة، هاد الناس اللي هما تيتلاحو لشبكات التواصل الاجتماعي اللي تيقلبو على البوز وتيقلبو على أكبر عدد من المشاهدات. إلا شدينا دابا هاد السي عبديلاه اللي هو عرى على الحقائق المعاشة في هاد البلاد هادي، واللي بينات لينا على أنه كاين فعلا احتكار، ولكن هو باش يبيع الحوت ب5 دراهم. حنايا راه حنا تنعرفو بأنه حنا بلاد الحوت، وحنا بلاد الحوت خصنا ناكلو الحوت بثمن أقل، وخصنا حنا بلاد الخضرة خصنا ناكلو الخضرة بثمن مناسب. الحسن الثاني الله يرحمه كان كيعتني بالمواطن، وكان ديما كيخص يكون الخضرة رخيصة، الدقيق رخيص، الزيت رخيصة، السكر رخيص، واللحم رخيص. حنا الآن لاحظنا بأنه منين سيدنا الله ينصرو والله يشافيه ويعافيه، منين قرر أنه عيد الأضحى ما يبقاش، يعني ما غاديش يكون هاد السنة على اعتبار أنه كاين نقص في عدد الرؤوس نتاع الكباش، المهم الكسيبة بصفة عامة، سواء كانوا كباش ولا نعاج ولا خرفان ولا عتارس ولا اللي بغا يكون. يعني عندنا حنا الماشية قليلة، وبالتالي هاد السنة هادي ما غاديش يكون عيد الأضحى. هاد المناسبة هادي عرّت على واقع آخر، أنه اللحم بدا تينقص
في الأثمنة ديالتو. الكبش اللي كان كيتباع ب100 ألف ريال ولا تيتباع ب40 ألف ريال، يعني هذا بصالح المواطن بطبيعة الحال. ولكن الكساب الصغير ولا الكساب المتوسط ولينا تنلاحظوا أنه تيبكي، ولكن هذا لا يعني أنه يكون جشع. الجشع أنه تيخلي المواطن يأكل اللحم ب130 درهم 150 درهم، وصلنا الكبدة والدوارة يعني داك البولفاف وصلنا 200 درهم الكيلو إلى آخره. يعني في هذه الحالة هذه ولينا كنعيشوا واحد المرحلة صعيبة بزاف، ولا المواطن خرج للشارع تيبكي وتيشكي وتيقلب على حلول. يعني ما بقى للمواطن إلا أنه ينوض يغوت وينوض يبكي وينوض يشفر. يعني من حقه أنه يسرق، لأن ما دمتي عايش في واحد البلاد اللي كل واحد تيقلب غير على راسي يا راسي، أنه يقلب أنه يمص الدم نتاع المواطن الفقير، في هذه الحالة هذه كيخص أنه تكون شي إجراء. الإجراء كان إجراء ملكي، الله ينصره، وتنتمناو أنه تعرى مجموعة نتاع الأمور، أنه هاد الناس هادو تكون عندهم غيرة على البلاد، وأنه يحسوا بأنه المواطن خاصو تا هو واحد العناية وواحد المعاينة، عناية ومعاينة. حنا فعلا تنلاحظوا بأن المغرب مقبل على تنظيم مجموعة نتاع التظاهرات، منها كأس إفريقيا، منها كأس العالم، منها كأس إفريقيا للسيدات، منها كأس العالم للشبان، منها كأس العالم للأندية إلى آخره. والمغرب في حاجة فعلا للمال باش ينمي القدرات ديالو على مستوى البنية التحتية، على مستوى بناء الملاعب، على مستوى بناء الطرقات إلى آخره. كنلاحظوا بأن كاين انتعاشة فعلا، كنلاحظوا على أنه البنية التحتية تطورات. المغرب ولا بحال راه في أوروبا، حنا بحال عايشين في أوروبا. ولكن هذا لا يعني أننا نساهموا في تدمير القدرة الشرائية للمواطن ولا المتقاعد اللي هو ما استفد حتى من شي زيادة. طبيعة الحال المتقاعد متضرر أكثر، لأن هناك أرامل، هناك الناس اللي كيقبض 1000 درهم ولا 1500 درهم ما عندها ما دير ليه في هذا الجو، هذا نتاع هذا الغلاء المعيشة، اللي هو أننا بدينا تنلاحظوا ما كاين حتى مراقبة. أنه الآن أنا مشيت أنايا نشري غير حق الطماطيشة ما بين محل تجاري ومحل تجاري، محل تجاري قال لي كيلو الا روب يعني 750 غرام نتاع حق طماطيشة تاع الجاج، قال لي 500 ريال. يعني 500 ريال. واحد قال لي 600 ريال. يعني كل واحد تيبيع باش ما بغى. يعني حتى أنه نلاحظوا على مستوى التقسيط، البائع بالتقسيط ما بقيناش تنشوفوا أنه كاين واحد المراقبة صارمة للأثمنة نتاع البيع والشراء. إذا هنا ولينا عايشين في واحد فوضى عارمة، ما كاينش واحد ضبط نتاع الأثمنة في الأسواق. ما بقيناش تنلاحظوا كيف ما كان سابقا أنه كل واحد خصو يسجل الأثمنة على المواد الاستهلاكية باش نعرفوا حنايا كمستهلكين الثمن الحقيقي نتاع كل منتوج. اذا انا خصني الا بغيت نشري واحد المنتوج كيخصني نقلب على الثمن عند مجموعه نتاع الحوانت، ندوز لهاد الحانوت، ندوز لهاد العرين، ندوز لهنا، ندوز لهنا، عاد يمكن نقرر انه هذا يمكن نشري من عنده لانه كيقنع. بحال دابا مثلا هذا عبديله اللي هو قانوع، انسان قانوع
كيبغي أنه يتعاون مع المسكين، وأنه كاينين ناضوا ناس أخرين، لأنه ولينا كنشوفوا حتى على المستوى البيض. أنا غير البيض دابا مثلا لاحظت بأنه كاين اللي تيبيع ب50 ريال، كاين اللي تيبيع ب45 ريال، كاين اللي تيبيع البيض ب40 ريال. هذا البيض البلدي. البيض الرومي كذلك كاين اللي تيبيعو ب36 33 28. فين هو هاد الأثمنة اللي هي مضبوطة؟ يعني ولينا عايشين في الفوضى. مادمنا عايشين في الفوضى، إذن شكون هاد المراقب هذا؟ فين هو هاد المراقب نتاع الأسعار؟ فين هما هاد الناس هادو اللي غادي يمكن يتعاونوا مع المواطن، وأنه يضبطوا لنا الأثمنة نتاع المواد الاستهلاكية؟ هذا دون أنه نشوفوا دوك اللي هما ما تيسمعوش، تيبغي أنه يبيع باش ما بغا ويقلب على السوق. منين جاي المصدر نتاع المنتوج تيمشي ليه للراس، وعنده الفلوس باش غادي يشري هذيك السلعة كلها هي ويحطها عنده. تيقول ليه مثلا كاين جايه 40 طن تاع هاد المادة هادي تيتعرض ليها في الديوانة، وتيشريها قبل ما توصل للديو. هذا راه تيشريها في البلاصة منين غادي تجي المصدر ديالها، المصدر نتاع يعني التصدير ديالتها. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا كمواطن كنطالب المسؤولين أنه يتخذوا إجراءات زجرية في حق كل من سولت له نفسه أنه يزيد في الأثمنة نتاع المنتوجات، وأنه يديروا مراقبين نتاع الأثمنة، وأنه يطالبوا من جميع المحلات التجارية أنهم يسجلوا الأثمنة على المنتوجات، باش نعرفوا شكون اللي تيبيع بثمن رخيص وشكون اللي تيبيع بثمن غالي. وكنطالب أنا كشخص من المسؤولين أنهم يراعيوا الظروف المعيشية نتاع المواطن، وأنهم ما يصدروش كاع المنتوجات. يعني المنتوجات خاصهم يخليو واحد الاكتفاء ذاتي للمغاربة ويصدروا الفائض. ماشي مثلا انه نلقاو انه الا بعنا مطيشه في الاسواق الخارجيه بواحد الثمن، اذا خصنا نهزو مطيشه كلها ونخليو المواطن مقرد، ونقلبوا انه نشريو ليه مطيشه اخرى بثمن اقل، ونبيعها ليه بثمن ماشي في المستوى ديالو، ماشي في الامكانيات ديالته. عيب واعر، عيب واعر. هذا من جهه. من جهه اخرى انه خص نقص من الاثمنه نتاع الدجاج، البيض، الاثمنه نتاع اللحم، انه ترجع على الاقل الى غلات 70 درهم للكيلو، الى غلات 70 درهم للكيلو. الدجاج خاصو ما يفوتش 260 ريال. البيض درهم، نرجعو لدرهم. البيض البلدي درهم فاصلة 25 سنتيم حتى ل30، حتى لدرهم فاصلة 50 سنتيم. أنا في نظري أننا خصنا نراعيو القدرة الشرائية نتاع المواطن، وأنه هذاك المتقاعد كيخصو نعتنيو به، أنه قدم خدمات فنى عمرو في العمل، وبالتالي فهو في حاجة للعناية وفي حاجة للمعاينة. ماشي نخليوه حتى يموت وبركة عليه غير الدوايات. أنا عايش غير بالدواء. هاز ديما واحد الميكا عامرة بالدواء، وغادي يمشي. إلا مشى غير يتمشى شوية خاصو يوقف ويجلس ويشرب الدواء ويتحرك. إلا غير يتحرك راه لاباس. ها لاكوت، ها السكر، ها الطانسيو، ها الويل، الكحل، كل واحد الله يكون ليه في العوان. الله بارك عليكم، بارك عليكم، الله يجزيكم بخير. شبعوا شوية وقنعوا شوية، تعقلوا على المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه. كان ديما تعتني بالمواطن. محمد السادس اعتنى الله يكبر به والله يشافيه ويعافيه. اعتنى بالبلاد، يعني بنى شيد، يعني
اعتنى بالبنية التحتية نتاع البلاد، اعتنى ب يعني لي زانفراستركتور، طرق السيارات TGV إلى آخره. رد لينا البلاد نقية، مبقاش الغبرة. كنا كنسمعو في واحد الوقت السائح منين تيجي للمغرب، وخصوصا تيجي لمراكش، منين تيجي لمراكش اش تيدي من منظر على مراكش؟ تيقول ليه مراكش il y a deux choses: le soleil et la poussière. قال لي كاين الشمس والغبرة. كانت ديك الساعة مراكش كيكون فيها غير توصل لجوج العشية تتجي ديك العجاجة، تتولي ديك الغبرة تطلع في السما، تطير معها الميكات وتطير معها الوراق وتطير معها كلشي. الآن ما بقيناش نشوفو الغبرة كما كانت، كل نهار تنشوفو لا فيردور، يعني كنشوفو الخضورية، كنشوفو الكازون، تنشوفو الشجر، كنشوفو الطرقان مقادة ناضية سلامات. يعني كاين مجموعة نتاع الأمورات تخدمات في البلاد، ماشي ما تنكروش، ولكن اللي خصنا أنه كل ووكل، كما كان يقول الحسن الثاني، خص تاكل وتوكل، ماشي جو مونج tu ne manges pas, je mange et je mange. يعني خصني ناكل وناكل 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 وما نعطيش لشي واحد ياكل. يعني بارك عليا الا كليت غير انا ومن بعدي الطوفان. هذا من جهة. من جهة أخرى تنلاحظوا أنه على مستوى الخارجي العلاقات ديالنا مع مجموعة مع جميع الدول تقريبا كان عندنا واحد في ميزان القوة، كنلقاو بأنه عندنا تأثير خارجي، ولو أن عندنا أعداء، والعدو الكبير هو الكراغلة، لأن الكراغلة هادوك ما تيحشموش. الكراغلة ما بغاوناش نعيشو مزيان، ما بغاوش أنه ما بغاوش يعني بغاو أنه يكون عندهم واحد المكان في الأطلسي، وبغاو أنه المغرب يعيش ماشي كقوة استراتيجية في داخل المنطقة. يعني المغرب بز منهم راه قوة استراتيجية، لأنه التأثير ديالتو، التأثير ديال المغرب تأثير قوي بزاف باش بالمصداقية. لأن حنا ماشي تنهزو البوالز ونشريو الدمام بحال اللي دارو فاش دخلوا لإفريقيا غير مؤخرا، هز الطيارة ومشى تيجرب البوالز وتعطي للدول الإفريقية باش ياخدو منصب نتاع والو، منصب نتاع واحد خيتنا دخلوها سميتو عليه منصب نتاع يعني خدامة طيباتي. ولكن الرئيس شكون هو؟ الرئيس هو هذاك الآخر. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ولات المنطقة فيها سباق نحو التسلح. المغرب دابا بهاد الاباتشي اللي شرا من عند الامريكان، يعني كانت هاد الصفقة تمت في 2021 ولا هذا، ولا 2017 لربما. الآن تسلم 6 نتاع داك لي زيليكوبتر اباتشي اللي هما ما كاينينش عند يلا 17 الدولة اللي عندها هاد الأسلحة هادي نتاع لي زيليكوبتر اباتشي. وبالتالي فهي ولات قوة اللي هي كتخلع الجيران ديالها اللي هما الجزائر اللي هي الكبرانات اللي هما مازال ما بغاوش يحشموا. لأن الدول الآن فهي تدير تشبيب للمسيرين تاع البلاد، وهما باقيين تيحكموهم وحدين اللي في عمرهم 80 90 عام وغادي ل100 عام، ما باقي يحصر حتى البوله ديالتو وباقي تيحكم في البلاد. هنا ما فهمتش انا المصداقيه نتاع هاد الناس هادو. حيدو وخليو الشباب يحكم، والدولة تكون دولة مدنية، لأن عندكم أطر تبارك الله، وعندكم
ناس مثقفين وعندكم ناس اللي هما في المستوى، ولكن نتوما مهرينهم. ها انتم باقيين معيشينهم في الطوابير، معيشينهم في الويل. انتم الشغل الشاغل ديالكم هو المغرب، حاضين المغرب. المغرب ما خصوش يتحرك، ما خصوش يكون عنده علاقات طيبة مع ناس اخرين. لكن المغرب راه دق وسكات. المغرب بلاد تتخدم وما تتهدرش بزاف. العلاقات الخارجية ديالتها غادية بواحد الشكل صحيح، على اعتبار انه الان المغرب الا شتيها في افريقيا راه هي بعبع نتاع افريقيا. انا كنشوفو دابا هذاك المغرب غير مع موريتانيا، هي موريتانيا غادي تعترف بشكل علاش مازال معطله؟ لان الاستراتيجيه ديال المغرب هو انه يحمي بعدا موريتانيا، انه تكون محميه من جميع الاخطار اللي هي تحدق بها والتي تحيط بها، انه ما يهجم عليها لا الجزائر لا بوليزاريو لا اي عصابه تجي تدخل تماك. الدرونات يعطيوها. يعني دابا حنا تنسلحوا موريتانيا وتنعلموا الجيش الموريتاني كيفاش يتعامل مع العصابات ومع داك العديان نتاع الكابرانات. من بعد السي الغزواني راه هو غادي يعترف بانه راه الصحراء راه مغربيه، وراه مغربيه لان المغرب راه عايش في الصحراء ديالته والصحراء عايشه في المغرب ديالها، وما كاين حتى شي مشكل. والمغرب راه تيستغل الخيرات ديالو، والصحراويين راهم عايشين في رفاهيه كبيره، كلهم راهما برزقهم وكلهم راهما بالخيرات ديالتهم، وراه عايشين في الصحراء بحال الملوك. يعني تبارك الله. حنا تنشوفوا بعيننا كمغاربه انه كاينه العنايه بكل من هو صحراوي اللي بغى يعيش تحت الرايه الوطنيه وتحت الشعار نتاع الله الوطن الملك. كل من هو وطني وله مغربيه، له جنسيه مغربيه صحراويه، فهو يعتنى به، فهو يعيش، عنده صالير ديالو، عنده أجرة ديالتو، عنده خدمة ديالتو، يعني مرحب به من جميع الجوانب. واللي كنلاحظو حنا ان الصحراء راهي عايشه في واحد الرفاهيه، البنيه التحتيه ديالتها الى اخره. الان دابا حنا تنشوفو غير ما بين موريتانيا والمغرب ما بقاش غير داك طريق ممر واحد نحو افريقيا جنوب الصحراء، ولاو دابا 6 نتاع الطرقان. زيد على هذا داك الميناء الداخله، زيد عليها ميناء الكويرة، يعني وزيد عليها انه الممر اللي كاين ما بين اكادير ودكار السنغال. يعني المغرب ولا قوة ناعمة، ولات عنده مصداقية نتاع. علاش؟ لان المغرب عنده سياسة رابح رابح. ودول الأطلسي الآن اللي هي غادية في الطريق، احنا دابا هي داخلة ليها، غادي تدخل فيها فرنسا وغتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها غادي دير واحد القاعدة عسكرية تما في الجنوب، واللي غادي يشارك فيها جميع الدول: تشاد، مالي، النيجر، يعني السنغال، موريتانيا، يعني جميع دول الساحل راه كلها غادي تكون داخله في هذه المنظومه هذه، وغادي يمكن يكون عندهم دفاع مشترك. وغادي هنا في هذه الحاله هذه غادي تولي البوليزاريو فهي منظمه ارهابيه تحت رعايه دوله الجزائر، وبالتالي دولة الجزائر غادي تولي راعية للإرهاب. حنا دابا تنلاحظوا أنه المغرب فهو عنده علاقات طيبة مع إسبانيا، مع أمريكا، مع فرنسا، مع الإنجليز، مع الصين. يعني هاد الدول كلها فهي عندها شراكات مع المغرب. زيد عليهم الهند، زيد عليهم تركيا، زيد عليهم مجموعة نتاع الدول الأوروبية. فهما تيقولوا بأنه داك
المنظمة الأوروبية أو ما يسمى بالمحكمة الأوروبية حكمت بأن المغرب ما خصوش يستغل الخيرات نتاع الصحراء، فتكون مستفيد من هاد الخيرات نتاع الصحراء من غيركم نتوما يا الأوروبيين. وبالتالي إلا كانت هذيك المحكمة حنا غادي نقلبوا على شراكات أخرى، كاين شراكات كتيرة، شراكات مع روسيا، مع اليابان، مع الصين نيت، مع دول أوروبية معزولة على السوق الأوروبية. حنا هاديك السوق الأوروبية غادي نخليوها ليكم نتوما، هادوك الدول اللي هما يبيعوا راسهم رخاص الكبرانات، السنقريحة البوال و وتبون الكذاب. يعني هذيك الدولة بعدا كلها كذوب، كذوب في كذوب، يعني ما كاينش عندها شي مصداقية. وحنا كنشوفوا بأنه العالم الآن تغير بزاف، لأنه ما بقاش فيها بقى فيها أشنو غادي نربح معاك، اش غادي نربح معاك إلا درت شي شراكة معاك، واش غتربح معايا انت إلا درتي شراكة معايا. هذا هو اللي ولا. أنا كنشوفو مثلا غير على مستوى الحرب في أوكرانيا ما بين روسيا وأوكرانيا، غنشوفو المواقف ديال ترامب وبوتين واللقاءات الثنائية، أنه بغاو يقتلو هداك زيلينسكي ولا سميتو نتاع الرئيس نتاع أوكرانيا، بغاو يقتلوه. يعني ترامب الطريقة باش تتعامل معاه على مستوى الهندام، واش انت شغلك في الهندام؟ هو بعدا راه في حالة حرب، يلبس غير الجين، يلبس غير التيشيرت، يلبس اللي بغا. يعني هو في حالة حرب، واش بغيتي يلبس لك الكرافات والكومبلي ويجي باش يتقابل معاك السي ترامب؟ لا، ما هذا غلط، هذا غلط. السيد راه هو معزوز وتيقلب على مصلحة البلاد ديالو، وتيقلب انه يحررها، وانتم تتقلبوا تديو ليه الخيرات ديالو، لان بغيتو تقسموا نتوما يا امريكا مع روسيا، بغيتو تقسموا الخيرات نتاع اوكرانيا. ولكن راه الصين ما غايش تخليكم، الصين راهي غادي تجي حتى هي وغادي تسلح اوكرانيا، وغادي تولي عاود الحرب عالميه اخرى. ان اوروبا راه ولات تتشوف ان خاسره فلوسها حتى هي. الا كانت امريكا خاسره الفلوس، راه حتى اوروبا خاسره الفلوس. وشكون اللي دفع لهاد الخساره؟ امريكا. وبالتالي فهي ماهيش تسامح. زيد على هذا نشوفوا حنايا الموقف نتاع الدول العربيه على مستوى غزه، والغزاويين كيخصهم يعيشوا ببلادهم. حنا كنشوفوا بانه لا يمكن تهجير ابناء غزه من غزه، لان التهجير يعني انه تتحيد ليا بلادي وتتلوحني. فين تتلوح هاد الناس هادو؟ فين غادي تلوحهم تحيدهم من بلادهم؟ يعني هنايا ولات الظلم، ولينا دابا القوي كادي ياكل الضعيف. يعني نتنياهو وترامب بغاو يلهفوا هادوك العرب اللي كاينين في غزة، وانكم نتوما حقارة. والحقار راه الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الحقرة. يعني هاد العرب هادو خصهم يتقتلوا ويحاربوا العدو ديالهم. الا كان اسرائيل هي العدو خاصنا نحاربوها، كانت امريكا هي العدو خاصنا نحاربوها، وحنا ما تيهمناش. يعني الا كانوا تكتلات ما بقاتش خصها تكون مع امريكا. يعني دابا التكتلات غتكون مع اوروبا ومع الصين ومع كوريا الشماليه ومع ايران. هادشي اللي غادي يولي. يعني غادي يولي هذاك الحلف نتاع الامريكان وروسيا غادي يولي داخل في حرب مع اوروبا ومع الصين والى اخره. وبالتالي شكون غادي يخسر؟ هاد الامريكان راهي غادي تلاح، راه ماغاديش تبقى ديك القوه العظمى. الله سبحانه وتعالى عاطيها الكوارث، ها البراكين، ها الإعصارات، ها الحرائق إلى آخره.
وهذا الشيء هذا راه العلامات الكبرى نتاع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الرجوع لله سبحانه وتعالى، الرجوع لله يا ترامب ويا بوتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.